ده يحيى، ممثل، كاتب، بودكاستر، بار بوالديه وصاحبي. خليني احكي لك حكايته. في صيف عام 2000 لا بجد يحيى كلمني من كام يوم وقال لي يوسف انا عايز افتح قناه يوتيوب. ومن هنا بدات سلسله كامله من اول ما تفتح قناه يوتيوب لحد لما تبقى يوتيوبر محترف، وكل حاجه هتشوفها عملي واحنا بنساعد يحيى خطوه بخطوه عشان ينشئ قناته. مش هنسيب حرف، يعني من اول ازاي تختار المحتوى لحد ازاي تنشئ الاكونت بتاع القناه وتأمنه صح، مرورا بكل تفصيله لحد لما تتابع اداء فيديوهاتك بعد نزولها. المواضيع اللي هنتكلم عنها في السلسله: 1. ازاي تبدأ في اليوتيوب صح وتختار المحتوى المناسب ليك. 2. ازاي تنشئ اكونت القناة وتأمنه بشكل صح ضد الاختراق. 3. انشاء القناة وتسميتها ووصفها واختيار افضل الاعدادات. 4. تصميم الهوية البصرية للقناة. وخامسا عمل خطة للمحتوى من ناحية الافكار والكتابة. سادسا تصوير اول فيديو بكامل خطواته من اول المكان اللي انت هتكون قاعد فيه مرورا بأداة التصوير والصوت والإضاءة. مش هسيب حرف. رقم 7 المونتاج، محتاج تعمل ايه في الفيديو بحيث ان الفيديو يكون مناسب لليوتيوب. رقم 8 الصورة المصغرة ورفع الفيديو بطريقة صحيحة. واخيرا متابعة اداء الفيديوهات. فلو نفسك تبدأ السلسلة دي معمولة ليك. اعتقد اللي انا قلته ده سبب كافي جدا يخليك تشترك في القناة دلوقتي حالا علشان تتابع السلسلة دي، لان السلسلة مش ناقصها حاجة. فيلا روح اعمل سبسكرايب عشان نوصل 5000 في اسرع وقت. ما تنساش تصلي على النبي. يلا بينا. لو كنت متابع جديد، انا يوسف الحسيني، بقدم فيديوهات عن ازاي تصنع المحتوى بكافة الطرق، ودلوقتي انت دخلت بنفسك لسلسلة مفصلة عن طريقة صناعة المحتوى من الصفر وبناء قناة يوتيوب، لأن الوقت ده هو أنسب وقت إنك تعمل لايك للفيديو لو لسه عملتش يعني. ولو أنت مش شايف سبب تبدأ ليه في اليوتيوب، تعال أعرفك أنت ليه محتاج تبدأ في اليوتيوب. أول حاجة حلو في إنك تصنع محتوى عامة هو التعبير عن نفسك. ممكن تكون عايز تعبر عن نفسك، تحكي، تشارك، توصل فكرة، عايز تقول حاجة، أو إنك عايز تفيد الناس. لما تلاقي حد كتب لك كومنت بيقول لك شكرا، فعلا بتحس إنك أفدت شخص وإنك زودت له قيمه، وممكن جدا يكون مصدر دخل كويس. يعني عندي مهاره او موهبه، ليه ما استغلهاش واستفيد منها ماديا؟ او لو عندك علم او معرفه وعايز تنقلها، عندك حلول لمشاكل محدش يعرفها. في ناس بتبدا عشان تسيب اثر، املا فيهم في انهم يغيروا في طريقه تفكير الناس للاحسن، او يساعدوا او يلهموا حد، او حتى يضحكوا حد ويرفهوا عنه. خليك فاكر دي منصه ترفيهيه في المقام الاول، وايا كان السبب، لو في احساس جواك انك عايز تبدا فده سبب كافي. فيلا ما تضيعش وقت وابدا من دلوقتي حالا معايا. طيب يا يوسف، انا مش حاسس ان الموضوع يستحق العناء والتعب، مش حاسس انه يستحق الوقت. خليني اقول لك من تجربتي البسيطه جدا في صناعه المحتوى انه حرفيا يستحق كل ثانيه. عندك انا مثلا، انا على اليوتيوب من 2018 وبعمل فيديوهات من 2016. القناه دي بس انا لسه بادئها جديد، واللي اتعلمته في الفتره دي كتير جدا جدا بشكل لا تتخيله. وده لاني اشتغلت على اكتر من نوع محتوى، مرورا بالجيمنج والتقنيه والتدريس والصحه النفسيه، ودلوقتي التصوير والاخراج وكل ما يرتبط بصناعه المحتوى. ده غير ان اليوتيوب اداني فرصه كويسه جدا بعد فضل ربنا اني اتعرف على ناس جديده واكون علاقات قويه جدا. لكن لو انا كنت فضلت قاعد مكاني ما كانش زماني وصلت لاي حاجه، ولا كنت عرفت اي حد، ولا كان حد حتى عرف. فالسؤال ليك انت قاعد مستني ايه؟ قوم يلا جرب، انت كده كده مش خسران حاجه، على الاقل تكون حاولت. طب انا يا يوسف اتحمست بس مش عارف اقدم ايه الشيء اللي انا اعمله في المحتوى. هقول لك. اول حاجه اعمل لايك واشترك دلوقتي في القناه عشان تتابع السلسله كلها. تعال نرجع تاني ليحيى اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو. بعد ما يحيى كلمني اتفقنا اننا نتقابل عشان اقعد افهم منه ايه المحتوى اللي هو عايز يقدمه في قناته. قعدنا نتكلم ساعات كتيره جدا، وانا هوفر لك كل الساعات ديت في جملة واحدة بكل بساطة: اعمل الحاجة اللي انت بتحبها. نقطة. بجد لازم تعمل الحاجة اللي انت بتحبها من كل قلبك، الحاجة اللي انت بتعملها وانت زهقان، مستعد تطبق وما تنامش عشان بس تستمتع بكل قطرة من الحاجة اللي انت بتحب تعملها دي. هي دي الحاجة اللي انت ينفع تقدمها كمحتوى. لو انت بتحب الشيء اللي انت بتعمله هتحب انك تتكلم عنه كتير جدا، هيبقى عندك كلام كتير قوي انك تقوله فيه وافكار غير محدودة. ده لانك عندك شغف تجاه الشيء وبتحبه جدا، والاهم ان حبك للشيء هيعمل بصمة في محتواك مختلفة عن كل الناس. عندك انا مثلا، انا بعشق امسك اي حاجة فيها شطر وعليها عدسة، اي معدة بتصور انا بحبها. مسكة الكاميرا في ايدي والله العظيم بتحسن نفسيتي. بالنسبة لي متعة ان انا اصور اشخاص او فيديوهات او طبيعة، عربيات، اي حاجة
فيها تصوير بالنسبة لي متعة لا نهائية، متعة ما بتنتهيش، لأن الحاجة اللي أنت بتحبها بجد هتحب تتكلم عنها كتير جدا. إحنا بقى هنستغل النقطة دي، وبعد الساعات الطويلة اللي قعدتها مع يحيى أخيرا توصلت ليحيى بيحب إيه بجد. اعمل لايك واشترك حالا يلا في القناة، وتابع السلسلة عشان تعرف في الحلقات الجاية يحيى هيقدم إيه. واتفرج برضو على الفيديو ده كنت اتكلمت فيه عن أساسيات المونتاج. الفيديو جامد، اسمع مني الفيديو جامد، اتفرج عليه يلا.